لحد ما جه اليوم اللي اتقلب فيه كل موازين حياته. اليوم اللي دخلت فيه ليلى حياته. ليلى زميلة جديدة في الشغل. من أول نظرة أحمد حس بحاجة غريبة، زي ما يكون فيه مغناطيس بيشده ليها. ليلى كانت مختلفة تماماً عن سلمى. شخصيتها أقوى، دمها خفيف، عينيها فيها لمعة بتسحر، كلامها، ضحكتها، كل تفصيلة فيها كانت بتشد أحمد ناحيتها من غير إرادته. أول يوم كان مجرد إعجاب، تاني يوم بقى فضول، تالت يوم بقت ليلى هي اللي مسيطرة على أفكاره. أحمد بقى بيصحى من النوم بيشوف وش ليلى، يروح الشغل بيستناها، يتمنى يقعد معاها، يسمع صوتها، وكل ما بيتكلم معاها بيحس براحة غريبة، بحاجة مختلفة عمره ما حسها مع سلمى. دي مش مجرد راحة، ده إحساس إن روحه لقت توأمها، بقى إحساس حقيقي، إحساس بالحب، الحب اللي بيقولوا عليه اللي بيتنفس. المصيبة هنا، أحمد خاطب، وخطيبته سلمى بتحبه بصدق، وليلى عارفة إن أحمد خاطب. دلوقتي أحمد في دوامة، يا ترى هيعمل إيه، وهيعترف لليلى بمشاعره ولا هيظلم سلمى؟ كملوا باقي الحكاية في الجزء الأخير.